والله هو اسمه هيك، والله العظيم الفريق هو اسمه جوادالخرا. والله روح تشيك اذا انا غلطان. الفريق اسمه برشلونه يواجه فريق في كأس الملك في دور ال 32 اسمه جوادالخرا. والله العظيم الفريق اسمه جوادالخرا. تخيل برشلونه امام جوادالخرا لحد دقيقه 78 من 80 يلا سجلوا امام جوادالخرا. فهي المباراه اعتبرها هربه من الحمام. والله العظيم يعني بصراحه حتى ما تستاهل واحد سهر عليها. حتى المباراه تصريحاتها مو طيبه. ماكو هيك. امام جوادالخرا لحد دقيقه 80 يلا سجل، وبكاء لا تقول لي ما ناسين الاساسيين رجاء اخي العزيز. انا شو ينزل بعد؟ امام جوادالخرا تلعب بهذه الطريقه؟ استحواذ لحد دقيقه 80 ما تسجل. اذا اعزائي جيبونا برشلونه من جديد. انا اطالب بمواجهه برشلونه مره ثانيه. تخيل عزيزي لو طالع من كاس الملك امام جوادالخرا، وينكم؟ تخيل السيناريو، اليوم برشلونه ما مسجله وطالع من امام فريق جوادالخرا. تخيل انت سهران حتى تشوف برشلونه تلعب امام جوادالخرا. ده ماكو هيك. اخواني يا ريت نعتني بالاسماء، باسبانيا ما عرفت شو تسمون هيك اسماء. اخوان اعتنونا بالاسماء، والله العظيم ركزونا على موضوع الاسماء، اسماء الانديه، اسماء اللاعبين، ترى هاي بيها مشكله ترى والله. يعني احنا عندنا عند العرب الاسم كله بيه مشكله. الاسم يتكون من كلمتين، الكلمتين بيه خلل. الاول من خطا من المدافع، والثاني هي بعد اللعبه راحت. اليوم فريق اسمه جوادالخرا، يعني هو جوادالخرا شو متوقع تقدم؟ شو متوقع يسوي؟ انا حرام سهرت وبوعتك المباراه. تصبحوا على خير.